أهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض طريقة حلوة وسهلة جدا وصحية للفاصوليا الخضراء. معايا الفاصوليا بقطعها من ناحيتين، وبعد كده بغسلها، وبعد كده بخرطها. أهم حاجة يعني قطعي الفاصوليا بعد الغسيل مش قبل الغسيل. خلاص قطعتها بقى، وبعد كده اجيب حلة احطها على النار وانزل بالفاصوليا في الحلة واشوحها كده، واجيب بصلاية، طبعا بصلاية مقطعاها على ايدي مش في الكبة. دايما اتعودي ان الطبيخ بتاعك يكون ببصلاية انت مقطعاها على ايديكي. هقولك ليه؟ علشان لو انت عملتيها في الكبة هتشرب السمنة والزيت، وهتبقى ايه، مش باينة كده، ومش هتديك الطعم اللي انت عايزاه. خلاص بعد بقى ايه، لما نزلنا بالبصل هنحط حوالي 3 معالق من الزيت و3 معالق من السمنة، وهشوحهم كده مع بعض. طريقة حلوة جدا، علشان بدل بقى ما تحمري البصل في الزيت والسمنة وبعد كده تنزلي بالطماطم وتسبكيها، بصراحة بتبقى تقيلة قوي على المعدة. فجربي الطريقة دي، ني في ني حلوة جدا. بعد بقى لما شوحت البصلاية كده، احط بقى ايه، معلقة من او قرن فلفل من الفلفل الاخضر كده، رومي او حامي زي ما تحبي حطي. بس كده، ومعايا معلقة من التوم. اشوحهم بقى كلهم كده مع بعض، كله ني في ني. بالطريقة دي جربوها، يا رب بقى يكون ايه الفيديو عجبكم. ولو وصلتوا لحد هنا متنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واختاروا الكل، علشان كل لما انزل فيديو جديد يوصل لكم. وحطوا تعليق حلو زيكم كده. احط ربع معلقة كده او رشة من الكربوناتو، علشان تحافظ على الخضار بتاع الفاصوليا بتاعتي، وتبقى لونها اخضر زي ما انتم شايفينه كده. هنزل بمكعب من المرقة او معلقة من 7 بهارات، انا بستغنى عن السبع بهارات بالمرقة. احط معلقة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة من الكمون، وكمان معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. مش عايزين نزود بقى بهارات كتير علشان ما تغيرش طعم الاكل معاكي. عايزين بقى ايه، الطبيخ بتاع امهاتنا ده بتاع زمان يطلع زيه بالظبط. هقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعضه لحد ما انشف كل السوائل اللي في الفاصوليا. ظهر معايا بقى في ارضية الحلة الزيت والسمنة. خلاص كده اضيف بقى كيلو من الطماطم على كيلو من الفاصوليا الخضراء. هسيبهم بقى ايه كده، الفاصوليا طبعا انا سويتها نص سوا. هسيبها بقى تكمل سواها في الطماطم. هجيب بقى الشفشق بتاعي ومصمصه كده بشوية مية زي امهاتنا زمان، وعليهم معلقة صغيرة من السكر. طالما في طماطم يبقى معلقة صغيرة من السكر علشان الحموضة بتاعتها. وكده خلاص استوت معايا. جربوها بالطريقة دي، يا رب تعجبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.